تيجي اعلمك ازاي تعمل طاجن داوود باشا بالبطاطس، انما ايه، حاجه كده سهله وخفيفه بس طعمها جبار. يلا بينا. معايا نص كيلو من الكفتة ومعايا بصلاية مبشورة، وهدي رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح ورشة من جوزة الطيب، وهدي شوية من البقدونس، وأقلب كل ده كويس جدا، وأكور زي ما حضراتكم شايفين، وأجيب طاسة فيها شوية زيت أو سمنة زي ما تحبوا، وأبدأ أحمر الكفتة. وأول ما تتحمر أركنها على جنب، وفي نفس الطاسة أنزل بحبتين طماطم وأديهم رشة ملح ورشة فلفل أسود، وأول ما يتسبكوا أنزل بالكفتة على طول. كده الكفتة جاهزة. جيب الطاجن بتاعي، كنت مقطع بطاطساية ومفورها في قلب الزيت نص تفيرة، ونزلت بيها الأول، وبعد كده نزلت بالكفتة ودخلته على درجة حرارة 180، وده الناتج. أنا بحبه بالجبنة الموزاريلا زي ما حضراتكم شايفين، ورجعت حطيته تاني لمدة 5 دقايق، ودي النتيجة: أفضل طاجن داوود باشا بالكفتة بالبطاطس بالجبنة الموزاريلا. مش عارف تستطعم إيه ولا إيه ولا إيه، حاجة كده خطيرة.